زي ما وعدتكم الاسبوع اللي فات ان احنا هنتكلم عن لعبه ري انيمال الاسبوع ده، اللعبه اللي تم تطويرها من نفس الاستوديو اللي عمل لعبه ليتل نايت ميرز 1 و 2 اللي احنا طبعا لعبناها مع بعض واتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. لو انت ما شفتش معانا الفيديو اللي فات تطلع تشوفه وتقول لي رايك، اكيد ان شاء الله هيعجبك. وبعد كده ارجع معايا الفيديو ده عشان التجربة المرة دي تجربة مميزة جدا. اتعلموا من اخطائهم في ليتل نايت ميرز 1 و 2، وكمان زودوا حاجات هتفيدك في اللعبة وبتخلي اللعبة انتراكتيف معاك اكتر من ليتل نايت ميرز. خلونا مع بعض نشوف. انا محمد ياسر ودي قناة مويا ستوديو. نورت القناة. مبدئيا طبعا نتكلم مع بعض عن القصة بتتكلم عن مجموعة من الأطفال بيحاولوا يهربوا. طبعا انت بتبدأ اللعبة بشخصيتين من الأطفال، زي ما احنا عارفين اسم اللعبة ري انيمال، فهنلاقي ان اللعبة مسيطر عليها فكرة الحيوانات. واللي بتبان معانا في ان معظم البوس فايتس او الوحوش الرئيسية في اللعبة دي عبارة عن حيوانات. هنلاقي حاجة زي العنكبوت، هنلاقي حاجة شبه البجعة كده كبيرة وبتطير كده وتحس ان هي شكلها غريب، طائر. وطبعا اهم حيوان معانا وهو اللامب او الخروف، لان الخروف هنا عبارة عن الفاينل بوس، وبنشوفه في كات سينز كتير جدا وهو نايم وهو بيقوم وهو تحس ان بيدب فيه روح الشر واحدة واحدة لغاية لما بيكبر. اللعبة بشكل عام كده بتتكلم عن ان في شخصية somehow مربوطة باللامب ده او بالخروف ده، والشخصية دي في حاجة معينة حصلت، عشان ما احرقش اللعبة عليكم لان اللعبة جديدة طبعا. فطبعا ما بين ان انت طفل وما بين ان انت في حاجة قوة خارجية بتحاول تحولك لحيوان، وان انت يعني زي صراع بيحصل علشان ما تتحولش. ولكن بنشوف في الاخر اللي بيحصل مع بعض بمرور باحداث قوية جدا اقوى من ليتل نايت ميرز 1 و 2، واللي انا شايف ان فعلا ري انيمال تفوق على الجزئين اللي فاتوا تماما. ليه ما بتكلمش على 3؟ لان هو من مطورين تانيين حتى لو نفس الببلشر. خلونا نتكلم بعد كده عن طريقة اللعب واسلوب اللعب. اسلوب اللعب هو 3D تماما، مش 2D او مش شكله 3D وانت بتلعب 2D، لا كله على بعضه 3D. الكاميرا حتى 3D والموفمنت 3D. وكمان مطورين اللعبة اضافوا في الجزء ده مجموعة من الاسلحة ومجموعة من الحاجات اللي ممكن تستخدمها في العالم الخارجي، بتأثر كويس جدا معاك في اسلوب اللعب وبتأثر في القصة. انت ممكن تستخدم الحاجات دي وبتساعدك، من رماح، من بنادق، من قنابل، من كذا حاجة ممكن تستخدمها. وطبعا أهم حاجة المطورين أضافوها إن كل واحد في الشخصيتين معاه سلاح علشان يعرف يدافع عن نفسه أو يهاجم بيه الأعداء. حسنوا كويس جدا من طريقة اللعب وطريقة الضرب في اللعبة دي، خصوصا إن أنت في ليتل نايت ميرز 1 و 2 ما كانش فيه ضرب قوي قد ما انت كان فيه هروب، وقد ما انت بتحاول تستفيد من الموقف والعناصر المحيطة بيك بس. لكن معكش سلاح بيفضل معاك وبتعمل بيه سواء فايتس، بتعمل بيه حاجات في العالم، ان انت تفتح باب مش عارف إيه الكلام ده كله. بتلاقي في اللعبة دي الموضوع ده. كمان هما المطورين اضافوا حاجة مميزة جدا في اللعبة دي، وهي وسيلة التنقل الرئيسية في اللعبة، مش ثانوية ابدا، لا انت معتمد عليها اعتماد كلي، وهي المركب. المركب في اللعبة دي مهم جدا، بينقلك من اماكن لاماكن، بيمشي معاك في مرور احداث اللعبة لغاية اخر اللعبة. بتستفيد منه طبعا عن طريق ان انت بتروح اماكن تخلص فيها مهمات، تخلص فيها حاجات بتفتح لك الطرق اللي انت المفروض تمشي فيها. طبعا مش هنقول مهمات لان اللعبة خطية تماما، ولكن هي بتمشيك في سير الاحداث زي ما انت عايز بشكل مفتوح شوية. انت ممكن تتوه، حاول تمشي ورا المنارة اللي بتنور احمر في البحر علشان تبقى ماشي في الطريق بتاعك او الطريق المطلوب ان انت تمشي فيه. المرة دي بقى مش هنتكلم عن الالوان لان الالوان هي برضه لو ساتوريتد لحد كبير، ولكن هنتكلم عن الاضاءات. الاضاءات في اللعبة دي لعبة دور رئيسي جدا جدا جدا. هتحس ان اللعبة كلها عبارة عن انت شايف ايه ومش شايف ايه، بتشوف الخطر جاي منين، بتشوف الإضاءة منورة منين عشان تروح، أو منورة فين عشان تجري من المكان اللي هي منورة فيه. طبعا باختلاف النور، لو هو نور أصفر أو أبيض أو أحمر، الأحمر في الغالب بيبقى خطر أنت بتهرب منه، وهكذا وهكذا. طبعا ده بنشوفه مع بعض في خلال اللعبة كلها. وبنشوف طبعا روعة في السينماتكس فيها. سينماتكس مش قوية ولكن هي برضو معمولة سينماتكس بالجيم انجن بتاعك أو بالإن جيم جرافيكس. بيعملوها بان هم بيخدموا بالاضاءات اللي هي فعلا مخدومه بطريقه ممتازه جدا، وبنشوفها مع بعض في خلال اللعبه. طيب لو انا عندي تعقيب في اللعبه دي عن اي حاجه، ممكن التعقيب يبقى ان في شويه ديلي او في يعني تاخر في الاستجابه، في ان انت لما تيجي تتفاعل مع العناصر المحيطه، وليكن مثلا بتفتح باب، ممكن لو انت بتنط من حته في تاخر بسيط جدا 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 ما بين الشخصيتين، خصوصا لو انت بتلعب مع حد.
ولكن غير كده مفيش اي حاجة. اللعبة يعني تفوقت على الجزئين اللي فاتوا بامتياز. وطبعا كده احنا اتكلمنا بشكل عام عن اللعبة اللي هي فعلا تنفع تتلعب في رمضان قبل الفطار او بعد الفطار زي ما انت عايز. اللعبة جميلة، مرعبة شوية لو انت بتخاف، ولكن يعني مش رعب كارثي. يعني هي لعبة مثلا مش ريزنت ايفل، مش سايلنت هيل و مش اوت لاست وهكذا. وبالمناسبة احنا هنتكلم عن الالعاب دي كلها وخصوصا سلسلة ريزنت ايفل، علشان دي سلسلة يعني من السلاسل المقربة جدا لقلبي. هظبط لها كده كام فيديو حلو قوي وهنعمل سلسلة مع بعض هنشوفها مع بعض. احب جدا طبعا تكمل معايا وتشوف معايا الفيديوهات الجاية وتشوف الفيديوهات اللي فاتت. ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس واستنونا في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين تاني. سلام.